النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت العيد، بس مش اي بسكوت. هنعمله مقادير مظبوطة بالملي، وهنعرف ازاي نطلعه هش وخفيف. وكمان هقولكوا ازاي نحافظ على رسمة البسكوت وتفضل ثابتة حتى بعد ما نطلعها من الفرن، وكمان تطلعي البسكوتة مقرمشة وناجحة من اول مرة من غير بقى ما يفرش ولا يغير رسمته. كمان هقولك ازاي تطلعيه زي بتاع المحلات واحلى كمان. وبجد دي من اسهل واسرع الطرق اللي ممكن تجربوها في بسكوت العيد. فيلا بينا نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. وبالنسبة للمقادير فدي كل المقادير اللي احنا هنحتاجها. هنحتاج 3 معالق كبار لبن بودر و3 معالق كبار جوز هند ناعم. وللوصفة دي هنستخدم 375 جرام سكر بودر. وعشان تضمني افضل نتيجة ويطلع معاكي مظبوط، فلازم تطحنوا السكر كويس جدا وتنعموه قبل الاستخدام، قبل ما تبدأوا، عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات تضايقكم. بالنسبة للبيض مهم جدا ان هو يكون بدرجة حرارة الغرفة. هتستخدموا 5 بيضات لو حجم البيض صغير شوية او حجم وسط، لكن لو كان كبير فهتستخدموا 4 بيضات بس وبيكون كافي. هنحتاج كمان 100 جرام زيت و100 جرام فانتا برتقان. واللي ما عندهمش ميزان، ال100 جرام دول يعني تقريبا كوباية الا ربع من كوباية الشاي العادية اللي موجودة في كل بيوتنا. هنحتاج كمان 400 جرام زبدة، بس لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. مهم جدا ان هي تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان تندمج معانا بسهولة وتدوب وتنعم بسرعة من غير اي مجهود، وعشان كمان ما تعملش تكتلات صغيرة في العجينة. وبالنسبة للدقيق فهنستخدم كيلو دقيق، وياريت يكون نوع مخصص للبسكوت او متعدد الاستخدامات، بس تكون جودته عالية شوية. وطبعا ما ننساش ان احنا هنخله كويس جدا قبل ما نعمل اي حاجة. ومش هننسى الرافع بتاعنا. هنضيف معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وركزي انها تكون ممسوحة مش هرمية عشان البسكوتة تحافظ على شكلها ورسمتها وما تفرش معانا في الفرن. كمان هنستخدم معلقتين صغيرين تانج. بجد خطوة مهمة جدا في الوصفة، لان هو بيعزز النكهة واللون للبسكوت وبيخليه حلو جدا. وطبعا ما ننساش رشة ملح صغيرة جدا على الدقيق، بتعادل الطعم وتبرز نكهة المكونات كلها مع بعض. هنضيف على الدقيق المعلقة الكبيرة الممسوحة من البيكنج باودر، ونقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا قبل ما نبدأ نضيفهم للخليط، عشان نضمن ان البسكوت كله يرتفع بنفس المستوى. هضيف على البيض ربع معلقة صغيرة فانيليا عشان يشيل ريحة الزفارة بتاعة البيض. بعد كده هنجمع المواد الدهنية مع السكر. هنضيف الزبدة والزيت ومعاهم السكر البودر. واهم خطوة لنجاح البسكوت هي ضرب الزبدة والزيت والسكر البودر كويس جدا. هنستخدم العجان، ولو ما كانش متوفر تقدروا تستخدموا المضرب الكهربائي. هنفضل نضرب فيهم لعند ما القوام يبقى شبه الكريمة كده وفاتح شوية. ومهم جدا ان احنا نضربهم كويس لعند ما الخليط يهيش كده ويتحول اللون ابيض كريمي. ومن وقت للتاني لازم اوقف العجان والم الجوانب بالسباتولا. مهم جدا تنزلي اي زوايد في الجناب عشان تضمني ان كل المكونات انضربت مع بعض بنفس الدرجة. هننزل الجوانب وهنشغل العجان تاني. اهم حاجة ان انتوا ما تستعجلوش على الزبدة والسكر. لازم تضربوا كويس جدا لعند ما لون الخليط يبدأ يفتح شوية معاكوا، ويبقى قوامه زي الكريم شانتيه بالظبط، لان ده اللي بيخلي البسكوتة تطلع فاتحة وهشة من جوه مش مكتومة خالص. بعد كده هنبدأ في اضافة البيض. اوعوا تنزلوا بالبيض كله مرة واحدة، لازم بيضة بيضة، واول ما البيضة تختفي ننزل باللي بعدها، لان لو نزلنا بالبيض كله مرة واحدة الخليط الكريمي ده هيفصل مننا والوصفة هتبوظ. وياريت ما نستعجلش في الخطوة دي، يعني هننزل ببيضة واحدة واستنى لعند ما تختفي تماما وتندمج مع الزبدة والسكر، وبعدين انزل باللي بعدها. وده عشان نحافظ على الهواء اللي دخلناه في الزبدة والخليط يفضل كريمي كده وهش وما يفصلش معانا. والبيض لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، لان لو البيض كان ساقع ونزل على الزبدة هيخلي الزبدة تخرس كده وتكلكع وتفصل، وهتتعبكم جدا عشان ترجع تنعم تاني. فطلعوا البيض من بدري عشان تاخدي احلى نتيجة من البسكوت. وقبل ما نضيف باقي المكونات لازم نتأكد من القوام ده ان هو يكون كريمي وتقيل، يعني لو رفعنا المضرب او رفعتيه بمعلقة هيفضل في مكانه ثابت. وعشان تطلعي بسكوت زي المحلات الكبيرة هنضيف اللبن البودر وجوز الهند في المرحلة دي. هضيف كمان عليهم الفانتا البرتقان ومعلقتين صغيرة من التانج. ضفت في المرحلة دي المعلقتين صغيرين تانج، بس للأسف في الوقت ده الكاميرا كانت فاصلة. بعد كده هنضربهم بالعجان كويس لعند ما يندمجوا مع بعض. وأول ما نوصل للقوام ده ان هو يكون فاتح كده وهش، هنضيف عليه الدقيق. هننزل بكمية الدقيق كلها
بس في ملحوظة مهمة ان احنا هنا مش هنعجن، احنا بس هنشغل عجان على اقل سرعة، يدوب كده الدقيق يختفي ويندمج مع الخليط ده. وبعد ما خلصنا عجن وضفنا الدقيق هنبدل المضرب السلك بالكف ده، وياريت ما نعجنش كتير عشان البسكوتة ما تبقاش ناشفة وكمان ما تعضمش. وده القوام المظبوط للبسكوت، العجينة في ايدي ناعمة وفي نفس الوقت مش بتلزق في الايد. بعد كده هنمسح الصاج او الصواني اللي هنشتغل فيها بزيت كويس جدا، وده عشان نضمن ان البسكوتة بعد ما تستوي ما تلزقش ولا تتكسر. وده التب اللي هنستخدمه في تشكيل البسكوت. انا هستخدم هنا اتنين، اول واحد اللي هو ال 3D، التاني اللي هو الشكل ده اللي هو ال 6FT. الاتنين رسمتهم او بيدوني شكل بسكوت بيكونوا مختلفين جدا عن بعض. بعد كده حطيت العجينة في كيس حلواني، انا استخدمت هنا الكيس الحلواني اللي هو القماش. لو حابين تستخدموا الاكياس اللي هي بتبقى استعمال مرة واحدة فمفيش اي مشكلة، هتحطوا اتنين في قلب بعض. اول تب استخدمته هو التب بتاع ال 3D، وده كان اول شكل. وانا بضغط على الكيس بحاول اخلي ايدي ميزان، يعني ضغطة واحدة بس متساوية، وبسحب سحبة خفيفة عشان ما تضغطيش على مرتين وبالتالي البسكوتة تطلع معاكي متقسمة كده من النص. خلصت اول صينية وده الشكل بتاع التب 3D. هنبدأ في تاني تب اللي هو ال 6FT. الميزة في التب ده ان السنون بتاعته اضيق وكمان بيديني رسمة رقيقة جدا وخطوطها واضحة، وده اللي بيطلع البسكوتة يبقى شكلها حلو ورسمتها بتفضل ثابتة حتى بعد ما نطلعها من الفرن. ولازم نسيب مسافة بسيطة بين كل واحدة والتانية عشان البسكوت فيه بيكنج باودر وطبيعي انه ينفش حاجة بسيطة جدا اول ما يدخل الفرن، فاحنا عايزين نسيب ليه مساحة عشان يستوي براحته من غير ما يلزق في اللي جنبه، وتفضل كل بسكوتة محافظة على شكلها ورسمتها. وده كان شكله النهائي، ما شاء الله شكله حلو جدا. بالنسبة للتسوية هندخله على فرن سخن على درجة حرارة 170 أو 180 بالكتير، وندخله في الرف اللي في النص. البسكوت ما بيحبش النار العالية عشان هتلاقوا ان هو اخد لون من بره ولسه ني من جوه. واول ما تلاقوا ان البسكوتة اخدت لون ذهبي فاتح من تحت، هنفتح عليها الشواية دقيقة واحدة بس اهم حاجة انك تخليكي واقفة قدامها. واول ما البسكوت يخرج من الفرن يدوب هنحركه في مكانه حاجة بسيطة، وده عشان نضمن ان البسكوت ما يلزقش في الصينية. وياريت ما تشيلوش البسكوت دلوقتي عشان لسه بيكون طري شوية، بيه لما يبرد شوية وبعد كده يبقى شيليه، لانك لو شلتيه وهو سخن ممكن يتكسر منك. وده شكل البسكوت اللي انا عملته بالتب اللي هو ال 6FT. شكله ما شاء الله حلو جدا والرسمة لسه زي ما هي ما راحتش. وده تاني تب اللي هو ال 3D، برضو البسكوتة محافظة على شكلها والخطوط اللي فيها واضحة جدا. برضو هحرك البسكوت في مكانه حاجة بسيطة لكن مش هشيله دلوقتي غير لما يبرد. وانا متأكدة انكم لو جربتوا الطريقة دي في بسكوت العيد هتعتمدوا الطريقة، غير ان طريقته سهلة كمان بتطلع البسكوت طعمه بيبقى حلو جدا، وطعمه بيبقى احلى من الجاهز 100 مرة. القرمشة حلوة جدا وخفيف زي الريشة عشان يفضل معاكي مقرمش لاخر واحدة. بعد ما تخلصي وتتأكدي ان هو برد هنرصه في علبة وهنقفل عليه كويس جدا، وده عشان تحافظي على القرمشة بتاعته وما تخليش البسكوت يطرى منك. جربوه بجد وهتدعولي، وياريت لو وصلتوا لعند هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي.